صباح الخير. السلام عليكم. صباح الفل. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر. احنا لسه عند المسجان وما مشيناش. طبعا رضا علموا الاذكار، قعدوا مع بعض وقت كبير عشان يعلمهم له وكتبهم له في ورقه. دلوقتي بقى هنعلمه ازاي يصلي، والنهار يعني دلوقتي بدات صلاه الظهر، هنعلمه ازاي يصلي الظهر. فهيبدا مع رضا الاول حاجه يعلمه الوضوء. انا يعني فضلت ان رضا هو اللي يعلمه الوضوء والصلاه، يعني من رجل لرجل. قلت احسن يعني بدل ما انا انكشف عليه وابين له دراعاتي ورجليا. يعني طبعا انتوا متفاهمين الامر، حتى لو راجل كبير برضه فضلت ان جوزي هو اللي يعلمه الوضوء. فهنشوف بقى رضا هيعلمه ازاي الوضوء. يا رب مسيشانو يعني هنعلمه واحده واحده، صح يا رضا؟ واحده واحده، طبعا ما ينفعش تخش عليه مره واحده. واحده واحده. ويا ريت تعلي صوتك عشان فعلا مسيشانو في الودان يعني ما بيسمعش قوي. اول حاجه هنروح دلوقتي نعلمه الوضوء، ونشوف بقى مسيشانو. على فكره هو يعني واحد نشيط جدا وعايز يتعلم. شفناه عاوز وبدا، صح يا رضا؟ بدا في سبحان الله، بسم الله ما شاء الله على الاحاديث الرسول، بدا يقراها ووصل لحد نص القران. ده حاجه كويسه جدا. رضا بقى هيكمل مشواره معاه، وانا بقى هقدر اساعد برضو اللي اقدر عليه من ناحيتي. تعالوا بقى شوف هنعلمه ازاي ان شاء الله باذن الله. بسم الله. داكور. بيعلموا الوضوء دي 3 مرات. طبعا مضمضت البق 3 مرات. 3 à gauche, à droite, 3. كل حاجة 3 مرات. بعد كده الوش بقى رضا بيظبط المياه السخنة والباردة. انت ممكن تفتح الساعة بس يا الدنيا حر، مش لازم السخن. C'est le visage, monsieur Jeannot, 3 fois. Oui. برا عرفوا انك بتشتغل كبير عشان في الحمام. رضا طويل شوية بس مسيو مركز، يعني ما شاء الله مركز، ذكي جدا جدا. هو عايز يديله الفوطة. ابخي مسيو جانو ابخي. 3. لا. هو مركز ما شاء الله. بعد كده بقى الرجلين بقى، بس ايه كده الرجل. هنشوف بقى مسيجان وتعلم ايه من الوضوء، لان هو بيقول لي انا شفت كويس. هنشوف هيعرف يتوضى ولا لا. يلا ما شاء الله 3 مرات. برافو مسيجان ما شاء الله. لابوشو ايوه 3 مرات برضو، يعمل زي رضا. بعد كده المناخير 3 مرات. وبعد كده توت لي فيزاج. 3 فوا. ايوه 1 3 فوا. نو 3 فوا مسيو جانو. 2 et 3. Voilà. Après le bras. Voilà. Avec la droite. Monsieur Jeannot. On commence avec la droite. Voilà. ونبدأ باليمين. 3 fois. 1 2 3. Alors l'autre côté, monsieur Jeannot. 1 2 3. Alors la tête. Voilà. Voilà. Après ici, l'oreille. L'oreille, voilà. والله يتعلم ما شاء الله ما شاء الله. هنحطه بقى على الكرسي نعمله رجليه، عشان حرام مش قادر يحط رجليه على الحوض. بس رضا يحط له ميه على رجليه. دلوقتي مسيو جانو اتوضى ورضا علمه كويس. دلوقتي بقى هيبداوا صلاه الظهر. انا مش هبين بقى اصواتهم وهم بيصلوا، بس انا هصور لكم رضا هيعلمه ازاي، لانه هيعلمه وهو جالس. هيحط له المصليه على رجليه. على الاقل احنا علمناه ان ده لازم يعمله 5 مرات في اليوم الوضوء، وعرفناه. هو بيقول لنا بعد الصلاه، قلنا له لا طبعا قبل الصلاه عشان تقابل ربنا نضيف. فالمهم فهم يعني الوضوء كويس جدا، شرحناها له. واسيفو مسيو جانو. دلوقتي بقى ايه عشان بس ايه رضا يعلمه بقى الصلاه ان شاء الله، ونحط له المصليه وكده ويعلمها له وهو جالس ان شاء الله. Le sud, le nord. D'accord. L'est est là.
دلوقتي احنا بنشوف القبله، وهو نفسه عارف القبله فين. هو قال رضا القبله من لا انت هتقعد بقى يا رضا جنبه وتعلمه. تعليم بس يعني. تعليم وانت جالس، لان مش هيقدر يقف. هو بيقول الميك من الناحيه دي، اكيد حد قايله لان هو عارف مكان الصلاه منين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلاص هم مسجونوا عارف القبله اكتر مننا، لان ده بيته وهو عارف. بيقول له الشمس بتشرق من هنا وبتغرب من الناحيه الثانيه، فبيقول ده الشرق غرب شمال جنوب، يعني ما شاء الله عارف كل حاجه. فبيقول له الشمس بتطلع من هنا. المهم بقى نسيبهم بقى يعلموا بالراحه كده الصلاه، ويبدا معاه بالتكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وخليهم بقى يصلوا براحتهم. برضه بس هيعلموا الاول الصلاه يا جماعه وهو واقف، وبعد كده ان شاء الله يعلمه وهو قاعد، فمش عايزه اتكلم كتير عشان ايه حرام. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو يا جماعه بس رضا علمه دلوقتي الحركات اللي هو لازم مفترض اللي يقولها في الصلاه، لكن دلوقتي بقى بالنسبه للفتحه
ونعلمه ازاي بقى يعني يصلي الفاتحه ويقول سوره صغيره، ده يمكن ياخد وقت كبير شويه. فرضا انت بتقول ان انت سالت شيخ في الجامع، فقول كده راي الشيخ قال ايه عشان بس كل واحد من المتابعين يقول رايه. هو الشيخ قال لي بس على صوتك شويه. الشيخ قال لي حفظه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكان الفتحة. مكان الفتحة. وفيه آراء تانية بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي هو ما يقدرش ينطق الفتحة ما يقدرش يحفظها يعني. فأنا هحاول معاه إن شاء الله إنه يتعلمها بالعربي. لأن ما ينفعش يقرأ القرآن فرنساوي في الصلاة. لان القران عربي. ايوه زي بناتي بيقروا القران بالفرنساوي بس في الصلاه بيقروه بالعربي. طب بصوا يا جماعه انتوا احنا الشيخ اللي رضا قابله في القاهره قبل ما يجي، طبعا هو كان حكى له على ميسيو جانو، قال له ميسيو جانو اسلم، ولكن قال له انا شايف ان هيبقى في صعوبه جدا ان اعلمه الفاتحه وفي الصلاه وقل هو الله احد او سوره صغيره، فقال له معلش ابدا معاه الاول بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله العظيم والله اكبر، يعني بالذكر بدل الفتحه. فهل انتوا رايكم ايه؟ هل ممكن ده صح نبدا بده الاول ولا لازم نعلمه الفتحه اجباري؟ فعايزين عايزين رايكم في التعليقات. ما فيش في الدين حاجه اجباري. ما فيش في ديننا حاجه اجباري. لكن في ناس اصل في ناس قالوا لنا لازم الفتحه يعرف يقراها. ديننا يسر، وفي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه فيما معناه راح له اعرابي، راح له واحد في يوم فقال له انا مش قادر احفظ الفاتحه يا رسول الله، انا عليه الصلاه والسلام فانا مش قادر احفظها، مش قادر انطقها يعني. فقال له عليك بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دي مكان الفتحه والله اعلم. فانا قرات الحاجه دي. فاللي عنده حاجه غير كده يفيدنا بالتعليقات. مفيش مشكله. ايوه لكن ديننا يسر، ديننا ما فيهوش حاجه غصب ولا بالاكراه يعني زي ما بنقول. كل حاجه ولها حاجه، كل حاجه في ديننا متيسره بفضل الله تعالى يعني. الحمد لله رب وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل مع ميسيو جانو كل خير ان شاء الله. ان شاء الله. ونقدر نطول الفاتحه كمان بالعربي. ليه لا؟ وادي احنا معاه يعني، كل ما اخلص شغلي شويه هبقى اعدي عليه ان شاء الله. ان شاء الله. هو كمان الامام قال له هيبعت له ناس على البيت ان شاء الله. هم وعدونا بده، وعلى فكره عملوا له الورقه بتاعت ان هي تثبت ان هو مسلم، وقالوا لي هيبعتها له ان شاء الله قريب جدا علشان اولاده وعشان عيلته يبقوا عارفين ان هو مسلم ان شاء الله. ان شاء الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله
بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك دلوقتي يا جماعه احنا قعدنا مع مس جان اهو تقريبا وقت كبير جدا. الحمد لله رضا علمه في الاول خالص الاذكار وبعد كده الوضوء. بدا معاه شويه بالصلاه، علمه الاول على الوقوف بنعمل ايه وبعد كده علمه هو قاعد. ان شاء الله شويه بشويه ربنا يقدرنا يا رب على عمل الخير، وربنا يقدرنا ان احنا يعني ننفع مس جان باذن الله. ولو عجبكم الفيديو طبعا نشكر رضا، اشكرك يا رضا جدا، للشكر لله. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تشتركوا لايك واشتراك في القناه. مع الف سلامه، ادعوا لنا. السلام عليكم.